كاريكا على الاريكا. كاريكا على الاريكا. صح. فيك تخبرنا شوي عن هيدا البرنامج، وبالاخص بدك تخبرني عن الحلقه يلي سوسو ولعه. سوسو ولعه. سوسو مين؟ سوسو ولعه. سوسو ولعه؟ ده بروجرام على قناه مزيكا، بيتذاع كل يوم و30 حلقه، 30 موضوع مختلف. انا بقالي في الفن فتره زمنيه كبيره، يعني من ملحن لمغني لممثل، يعني لفيت فشفت حاجات كتير قوي. فعامل 30 موضوع مختلف، منهم سوسو ولعه. بقول بقول لو عندك واحده سوسو ولعه في البيت صوتها نشاز وعايزه تغني، ما تخليهاش تغني عشان هتبقى نجمه وسوبر ستار. وبتكلم ازاي اللي صوتها بلا صوت بتبقى نجمه ازاي، وبتبقى كيف تبقى نجمه؟ تشوف بقى على قناه مزيكا تشوف الحلقه. لا هلا خبرني مثلا كيف وحده بلا صوت بتصير نجمه؟ ده في كتير مستوره. في كتير يعني. ليه انت بتعرف كيف؟ قدرت كيف؟ كيف؟ انا ما بعرف. تلبس شورت تبعك وتصير سوبر ستار. بيستعمل هيدا الشورت انا شايفه. اخذ له عقله هذا الشورت يا اخي، حاعطيك اياه والله كادو، حبعت لك اياه، حبعت لك اياه انا كادو. لا بتبقى نجمه وبتبقى معروفه، لان فيها وراها دعم اعلامي، دعم مادي. ما بقاش موضوع الصوت هو اللي ممكن يخلي فنانه موجوده ولا مش، لا ممكن تبقى صوتها نشاز. طيب انا بسال حالي سؤال، انه هالفنانه اللي بتعمل البوم وبتنزله هي ما عندها صوت، مردودها بيكون من خلال الحفلات. طب اذا هي ما عندها صوت شو بتطلع بتعمل على المسرح؟ بتغني بلاي باك. حزام بلاي باك، صح. بتغني بلاي باك. والله بلاي باك، وساعات ما بتطلعش على المسرح خالص. انا ليه سيئه يعني مش شرط تنزل عن المسرح. انها تبقى مش شرط انها تكون عامله شريط وناجحه تطلع على المسرح. وقال مش شرط كمان، شرط يعني. لا في شروط لازم. شرط يعني. شو صر على الشورت الليل. عصام بدك تطرح سؤال على رغده. على المسرح ولا لا. انت عارفه انا بحب عيون بيروت ازاي، وباجي لكم كتير، وكل ما باجي انا اللي بتصل بيك واقول لك انا نفسي اكون معاكم. صحيح. ازاي 10 سنين بالتألق ده، وانت ازاي بتروحي كل يوم بقالك 10 سنين بنفس الحيويه والروح الجميله دي. الحمد لله الحمد لله. على الخشب طبعا. افكاري والله عن جد كانه قرا لي افكاري. ما بتحس البرنامج مش معقول يموت ولا تمل منه، لانه عيون بيروت اللي بيتابعه هو مثل صحيفه يوميه فيها كل المواضيع.